يأتمرون لأمره وينتهون لنهيه مع تبرؤهم عن الأحوال والقوى وشهود تفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قال فما يدع أهل اليقين إلا مع التفويض ورضا وطمأنينة عند مجاري القضاء فيكتفون بعلمه ويستسلمون لقضائه، وعند حقيقة هذا المحال وبلوغ هذا المنال يكون دعاؤهم بالحال من غير سؤال وتحكم في حال، فلا عليه يختارون ولا في مملكته يتنازعون، بل يكونون وقفا على مراده ونفوذ مشيئته في عباده في تقريبه وإبعاده وإذلاله وإرشاده، مؤتمرين لأمره ظاهرا مستسلمين لحكمه باطنا لا يريدون غير ما أراد، رد الحق بالاختراع والإنشاء، ولي في ذلك فما يذكر إلا من عليه كذا يجوز أن يتصف بالنقد والعلل، وما ينبه إلا من يغيب إذا تركه أمر سهى عن حاله الأول. لا إله إلا الله. هكذا يقول ففي أحوال شهود يغلب عليهم اطلاع عليهم وإحاطة بهم، وأنه أرحم بهم من أنفسهم، وأنهم لا يستحقون عليه شيء، فيقولون إنما يذكر من يجوز